ودلوقتي يا حبايبي حضرنا كده معاكم طبقنا بجد الكبده ريحتها تحفه جدا. تاكليها بقى مع رز، تاكليها مع العيش، بجد حاجه كده تحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ما تنسونيش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده وصفة قمر. طبعا احنا شايفين ايه كده اللي قدامنا. هنعمل مع بعض كده الكبد والقوانص بطريقة حلوة بطعم تحفة جدا. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، بس اهم حاجة يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد بإذن الله من القناة. دلوقتي هنعمل مع بعض كده ده كده البصل والفلفل. هنركن الحاجات اللي مش هنستعملها في الاول كده على جنب، وهناخد معانا طبعا والثوم ده كمان هنستعمله في الاخر. هناخد معانا التوم دوت دلوقتي، وهناخد معانا الكبد والقوانص، ونقفل المسام بتاعه الكبد والقوانص علشان خاطر ناخد احلى طعم للكبده والقناصه بتاعتنا. يلا بينا كده ندخل على الشغل على طول ونشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجه يا ريت ما تنساش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء. طبعا احنا غسلنا القوانص كويس جدا والكبد، وهنروح دلوقتي على الوك بتاعتنا. ولازم واحنا شغالين تكون الوك بتاعتنا كده ليها غطا عشان ناخد احلى ريحه للكبد والقوانص بتاعتنا. بجد بتبقى ريحتها تحفه وطعمها عظمه بجد. يلا بينا كده نروح على الوك بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه فيها. اهم حاجه كده معانا في الكبد والقوانص هننزل فيها كده بالزيت بتاعنا. وطبعا كبد وقوانص يعني توم كتير كمون كتير، فاحنا هننزل معانا كده بالتوم بتاعنا المهروس. نديله تشويحه بس كده في الزيت بتاعنا. ودلوقتي احنا هنا كده نزلنا نزلنا التوم بتاعنا. هنبدأ ننزل بس الكبدة، نقفل المسام بتاعتها. وبعد يا حبايبي ما شوحنا الكبدة كده معانا كده خدت 3/4 سوا كده، هنبدأ نشيلها كده عشان احنا عارفين ان الكبدة ما بتاخدش سوا كتير على النار. هنشيلها كده وهنبدأ ننزل بالقوانص بتاعتنا. حابة تحطي التوم كده في الاول تمام، مش حابة تمام برضو مفيش مشكلة. بس انا بحب نفس التوم في الكبدة يبقى كتير، فعشان كده بنزل بيها في الاول. بعد كده هننزل بالقوانص بتاعتنا وهنبدأ نشوحها كده مكان الكبدة. وطبعا واحنا بنشوحها هنا كده مش هننسى معلقة كده من الكمون. الكمون اصلا بيدي نفس تحفة جدا للكبد والقوانص. ومعلقة من الكزبرة. وبعد كده بعد ما حطينا كل الكلام ده كده مع بعضه هنبدأ نشوحهم برضو في التوم كده شوية، لان زي ما احنا ما قلنا كده الكبد والقوانص بتعشق التوم والكمون والكزبرة والحاجات دي. كبد وقوانص يعني كمون وتوم وكزبرة والحاجات دي. هنفضل نشوحها كده شوية وهنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بتمنى ان الوصفه تعجبكم، ما تنسوناش بلايك وكومنت ظريف علشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. وطبعا هنا يا حبايبي بعد ما خلاص كده شوحنا القوانص بتاعتنا معانا كده وخدت كده من طعم الثوم، هننزل عليها بالبصل بتاعنا كده. نكرمل كده كل الكلام ده كده مع بعضه. بجد بتبقى طعمها تحفه جدا. وهنسيبها بقى كل الكلام ده ياخد كده من بعضه، وهنشوف كده هنعمل ايه في التوم بتاعنا اللي احنا ركناه على جنب كده. هنشوف هنعمل ايه في التوم بتاعنا. وهنا كده يا حبايبي هننزل كده بالفلفل بتاعنا وشوية التوم الحلوين دول، وهنضربهم في الكبة ونرجع تاني مع بعض نكمل وصفتنا. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، خليكم معانا للاخر عشان نشوف شكل الكبد والقوانص بتاعتنا وطريقتها وكل حركاتها. بتمنى ان الوصفه تعجبكم، خليكم معانا للاخر. وطبعا هنا يا حبايبي بعد ما خلاص كده ضربناهم كده فرمناهم هنسيبها نركنها كده على جنب، وهنرجع تاني
للقوانص بتاعتنا مع البصل. طبعا احنا شايفين الكرمله، بجد مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، تحفه جدا. طبعا احنا شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها. طبعا بقى اللي بيحب ياكلها كده في السوا ده كده يفضل يقلب فيها كده شويه، بس انا ولادي بيحبوها مهريه خالص. طبعا البصل كده هيبقى دايب خالص مع السوا بتاعها، فاحنا هننزل عليها كده بشويه ميه مغليين عشان تكمل سواها. واول لما نحس كده ان الميه بتاعتها بدات تنشف معانا، طبعا احنا حاطين عليها الكمون والكزبره والكمون والكزبره بس مع الثوم. هنسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده ونرجع نكمل وصفتنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم، ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء بس هيكبر معانا القناه باذن الله. هنغطي عليها كده، وطبعا هتاخدي احلى ريحه للكبد والقوانص بتاعتك، تحفه جدا. هنغطي عليها دلوقتي ونركنها مع بعض كده على البوتاجاز تاخد وتدي مع بعضها، ونرجع تاني نكمل وصفتنا. واتمنى ان الوصفه تعجبكم، خليكم معانا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي كده معانا الكبده كده، القوانص بتاعتنا كده على البوتاجاز معانا. ومعانا هنا بقى كده معلقه كده من السمنه او اللي تفضليه. هننزل كده بقى بالثوم، هنعمل الطشه بتاعتنا كده بالثوم. وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. حابه تعمليها بالسمنه حطي سمنه، حطي ليا براحتك خالص، مفيش مشكله. ودلوقتي بقى جت المرحله اللي احنا هننزل فيها الكبده بتاعتنا. هننزل الكبده بتاعتنا كده في السوا بتاع القوانص بتاعتنا عشان ناخد ليها طعم كده معاها. احنا دلوقتي حطينا الكبد كده على القوانص خلاص كده، وبياخدوا غلوه كده مع بعضهم. هنبدا نظبط الملح بتاعها زي ما تحبيه. طبعا احنا حاطين كل التوابل، وهنطشها بقى بالطشه القمر دي، بجد بتخلي طعمها تحفه جدا، بتخلي طعمها مميز وريحتها تحفه جدا. احنا دلوقتي مستنيين بس الثوم معانا كده مع السمنه مع او اللي الماده الدهنيه اللي تفضليها، وهنطشها بيها. هنفضل نقلبها كده لحد بس لما تاخد لون حلو كده معانا، ونبدا نطشها بيها. يا ريت بقى ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، ودعوه حلوه كده من القلب. طبعا لو حابه تحطي مع البطاطس مع الكبد والقوانص بطاطس، مكعبات كده من البطاطس، مفيش اي مشكله. هنفضل نقلب دي كده ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده معانا الطشه بتاعتنا خلاص جهزت. هننزل عليها بقى كده بالكبد والقوانص بتاعتنا، وكده هتاخدي احلى بجد طعم للكبد والقوانص بتاعتك. هنسيبها بقى تاخد غلوه كده مع بعضها ونرجع تاني مع بعض. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هنغرف في طبق تقديمنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده حضرنا معاكم الكبد والقوانص بتاعتنا بقى، بجد حاجه كده طعمها طعم وريحه تحفه جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسوناش ابدا بلايك وكومنت ظريف كده عشان يوصلك كل جديد باذن الله. يا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوناش وتزورونا دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه. طبعا احنا معانا الكبد دايبه خالص كده، والقوانص معاها دايبه خالص. بتمنى بقى ان كل الوصفه تعجبكم، بجد ريحتها تحفه. طبعا احنا شايفين كده القوانص معانا دايبه خالص. بتمنى بقى ان الوصفه تعجبكم وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه باذن الله تعالى وتعجبكم. طبعا تاكليها بقى مع عيش، تاكليها مع الرز، بجد انا عامله الرز طبعا بطعم الكبده، بجد حاجه كده تحفه جدا. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، ونتقابل باذن الله في وصفه جديده. ومع السلامه.